السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حلقة جديدة من خط أزرق تأتيكم من شاشة القناة الثانية في التلفزيون المصري. كل التحية والتقدير لمشاهدينا أينما يصل إرسال القناة الثانية، وفي الإعادة إن شاء الله لمشاهدينا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عبر الفضائية المصرية. حلقة الليلة لها طبيعة خاصة لأننا نناقش موضوع جديد وفي نفس الوقت له تأثير مباشر على الأمن القومي العربي: استحواذ إسرائيل على الإنترنت الفضائي. تأثير هذا الاستحواذ على الأمن القومي العربي، وبالتالي سنوضح لمشاهدينا الكرام من خلال حلقة الليلة مفهوم الإنترنت الفضائي وتطبيقات هذا الإنترنت، وماذا يعني استحواذ إسرائيل على الإنترنت الفضائي، بالإضافة لمحاور هامة نتناولها مع ضيف كريم وعزيز يشرفنا ونسعد دائما بصحبته لنا في خط أزرق، الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة الأزهر. لكن البداية دائما مع الأخبار، نتناول أهم ما جاء في الإعلام الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع، ثم نعود لملفنا الرئيسي. ابقوا فضلا معنا وخط أزرق. بداية جولتنا الإخبارية من إسرائيل هيوم، وفيها أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق مناورة عسكرية واسعة النطاق باسم عربات النار ستستغرق شهرا كاملا وتحاكي الحرب على عدة جبهات. ومن هآرتس، أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارا لطرد فلسطينيين من 8 قرى فلسطينية في الضفة الغربية وتخصيصها منطقة تدريب عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ومن يدعوت أحرنوت، أعلنت روسيا مرتزقة إسرائيليون يقاتلون في أوكرانيا ضد الجيش الروسي. ومن موقع القناة السابعة، دعا عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي بيتسلئيل سموتريتش لإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية واعتبرها مهمة وطنية. ومن ماكو، ألقت السلطات المصرية القبض على تصوير مقطع فيديو يرفعون فيه علم إسرائيل على أرض سيناء. كما ألقت السلطات المصرية القبض أيضا على إسرائيليين في سيناء لقيامهم بتصوير منشآت عسكرية للجيش المصري. ومن يدعوت أحرنوت، تجدد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المصلين الفلسطينيين وتدنيس الحرم القدسي الشريف. أهلا بحضراتكم. تابعنا معكم الأخبار، والآن الملف الرئيسي في خط أزرق. ونوهنا في البداية أننا نتعرض لموضوع شديد الأهمية والحساسية، وأيضا هو موضوع جديد نسبيا في طرحه في الإعلام العربي بصورة عامة: استحواذ إسرائيل على الإنترنت الفضائي وتأثيره على الأمن القومي العربي. ضيفنا ويعني أستاذنا اللي بيشرفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة الأزهر. بيشرفنا يا دكتور إن سيادتك تكون معنا. شكرا جزيلا. أهلا بيك يا دكتور. تسلم. الموضوع مقلق وفي نفس الوقت جدير بأن احنا نطرحه لنتأهب ونستعد. لكن في البداية، الإنترنت الفضائي غير الإنترنت اللي احنا عارفينه. هو بالنسبة للإنترنت الفضائي هو نفسه، ولكن طريقة توصيل للمستخدم هي بتختلف. الإنترنت هو ثابت، هو واحد، ولكن الطريقة بتختلف. الطريقة الحالية اللي موجودة هو عبارة عن أسلاك ضوئية من خلال المحيطات بيوصلوا البلاد ببعضها، بتوصل للمنزل من خلال مكان محدد معاه، بيفك الحاجة بتاعته بجهاز بسيط اسمه الراوتر أو المودم، وبعد كده بيبدأ يستخدم النت بتاعه. بالنسبة للإنترنت الفضائي هي عملية إرسال واستقبال بالنسبة للفضاء. عندنا ساتلايت بيلف حوالين الأرض، الساتلايت ده بيستقبل الإنترنت من خلال محطات أرضية، وبعد كده بيرجع يبثها تاني للدول. الساتلايت بيلف حوالين الأرض في مدارات ثابتة ومحددة. المدارات دهيت بدأوا يبصوا ليها بمنظر كبير جدا، وبدأوا يفكروا ازاي يستغلوها كبزنس، ويستغلوها بان هم يقدروا يمدوا كل الكوكب
المناطق النائية، القطب الشمالي، المناطق اللي الأسلاك اللي ما بتوصلهاش يوصلوا لها. طيب اسمح لي يا دكتور، هو الانترنت اللي هو التقليدي اللي هو الكابلات وعبر البحار والكلام ده كله، من المستحوذ عليه عالميا؟ عالميا هي الشركات أمريكية وشركات أوروبية وبعض مؤسسات ليها انفستمنت، لها استثمارات. بس هي الجانب الأكبر فيها في أمريكا. طيب الانترنت الفضائي، هل الشركات الإسرائيلية هي المستحوذ الأكبر لهذا النوع من الانترنت؟ هي الدنيا ما نقدرش نقول كده دايركت على طول، ولكن أنا في حاجة تذكرتها من فترة، سنة 2013 بدأ صاحب شركة الفيسبوك يعمل حاجة جديدة وهو اللي أعلنها. قال أنا صاحب شركة فيسبوك ده موجود في أمريكا، الشركة أمريكية، وفجأة لقيناه رايح لشركة إسرائيلية يتفق معاها إن يصنعوا ساتلايت. الساتلايت ده سموه عاموس 6 وعاوزين ينزلوه في مدار قريب من الأرض. المدار ده يغطي منطقة في جنوب أفريقيا وغرب وشرق أفريقيا. جنوب وشرق وغرب أفريقيا. أوكي. ده كان هيمد المنطقة ديت بالإنترنت. لما يتبعه بعد كده. هل المنطقة دي يعوزها انترنت مش موجود الانترنت هو ده النقطة المهمة. الناس دول فقراء جدا، ما معهمش فلوس يقدروا يدفعوا. تكلفة الانترنت الفضائي حاليا مش أقل من $100، 99 دولار في الشهر. يعني التكلفة أضعاف والناس دول مستحيل هيدفعوا، ما معهمش أصلا. مين اللي هيدفع بقى؟ مين اللي هيدفع؟ هو عملها فري، عملها مجاني للناس كلها. سنة 2016 كان المفروض يطلقوا الساتلايت ده. أطلقوه بس انفجر. فشل ذريع يعني. ربك لما يغير. وهي لازم احنا نفتكر حاجة بسيطة. لما جينا بقى سنة 2020 والمشكلة الكبيرة بتاع الفيسبوك ظهرت، ومشكلة التجسس على الناس ظهرت، والاكونتات اللي هم بيجمعوا البيانات من الناس واكونت فيك، والاكونتات اللي هم بيبصوا على الدنيا كلها منها. لما تربط الاثنين ببعض تيجي معاك المثل الشعبي اللي بيقول ان الحدايه ما بتحدفش كتاكيت. اكيد. هو ده في قاعده يعني في الانترنت يقول لك الخدمه اللي تقدم اليك مجانا فانت هو المستفيد، المقابل هو انت. شيء طبيعي. فهو كان بادئ بجنوب افريقيا وغرب افريقيا، وبعد كده هيبدا يستحوذ على افريقيا كلها. طب هي سؤال هنرجع بيه للنقطه بتاعت 2016، القمر المزعوم يعني اطلاقه عاموس 6 انفجر. هل المشروع انتهى عند هذا الحد؟ ابدا. ما هو ده بقى الكلام. لا، هم مش هينتهوا، هم مستمرين. عملوا قمر تاني عاموس 17 واطلقوه وشغالين بيه دلوقتي، وبيغطي الشرق الاوسط. يعني خدمات الانترنت اللي في الشرق الاوسط الفضائيه مش كلها، مش هم مستحوذين عليها بالكامل، ولكن في شركات شغاله بيها. طب قول لنا الشركات الاسرائيليه اللي شغاله في الانترنت الفضائي، واذا كان عند حضرتك يعني حتى مؤشرات يعني نسبه هذه الشركات مقارنه بالشركات العالميه او الشركات العامله في هذا الامر. هو انت لازم ناخد بالنا من حاجه، ان التحالفات التكنولوجيه بتبقى مترابطه ببعض. يعني مثلا بالنسبه لي في شركه كبيره جدا اسمها السبيس اكس عامله ساتلايت لينك. الشغل بتاع السبيس اكس وصاحبها ألون ماسك بيتوقع انه هو ينزل 30,000 ساتلايت في سنه 2027، يعني بعد 5 سنين من دلوقتي. هو يملك قد ايه دلوقتي حاليا؟ يملك 1500 ساتلايت موجودين في مدارات قريبه جدا من الارض، 500 كيلو متر عن سطح الارض.
ال 1500 كلها ساتلايت اتصالات. كلها ساتلايت اتصالات. لما انت تيجي تبص بحسبه بسيطه وتبص على الساتلايت الاعلى اللي كانوا بيحطوها على بعد 1100، ده عندنا 500 كيلو متر، فيه 1000 وفيه 1500 علشان يصور المساحه اللي هو. معلش يا دكتور، انا اسف في يعني الاسئله الكتير، بس عشان افهم يعني ايه الفرق بين الساتلايت اللي على بعد 500 كيلو ولا 1000 ولا 1500 ولا اعلى من كده؟ ايه الفرق؟ الفرق فيه زي اللمبه كده، ما بيبقى عندك لمبه عربيه معينه، اللمبه ديت وهي مطلعه الاشعه بتاعتها لما تضربها في مكان بعيد تغطي مساحه اوسع. بس لما توصل للمكان البعيد ده اللي غطت مساحه اوسع فيه، الاضاءه فيها بتبقى اضعف. فلما السيجنال بتاعتها شده السيجنال اضعف لما توصل هناك، لكن لما تبقى قريبه بتبقى تغطي مساحه اوضح. ايوه، والاشاره واضحه للغايه ودقيقه جدا. ودقيقه، وهو ده اللي هم شغالين عليه دلوقتي. مش اتصالات قوي يعني برضه، يعني هي اتصالات بس يعني هي فيها اكيد معلومات طبعا. ده احنا لازم ناخد، يعني دي لازم ناخد بالنا منها. مفيش حاجه، هو مش هيقول انا باعت لك مش يعني هعمل لك خدمه، مستحيل. يعني هو هيقول لك انا جاي اخد اللي في جيبك. لا مستحيل. هو عمره ما هيقول انا جاي اخد اللي في جيبك. لكن هو هيقدر يتكلم معاك اللي انا بقدم لك خدمه. طيب اسمح لي يا دكتور، احنا كثير من حتى يعني لو قربناها اكتر لمشاهدينا الكرام، مثلا وسائل الاعلام كان في القريب لا يوجد الا وسائل الاعلام الارضيه، وظهرت وسائل الاعلام الفضائيه مكلفه، والدش لازم يبقى 2 متر ومش عارف وبتاع، ويجيب لك 50 قناه. الان وسائل الاعلام اللي فرض نفسها فضائيا هي وسائل الاعلام الفضائيه من خلال اطباق صغيره، وفي بعض الاحيان من غير اطباق وكلام من هذا القبيل. فهل مستقبل الاتصالات في الانترنت الفضائي والانترنت التقليدي الى زوال؟ اجابه هذا السؤال اسمح لي يا دكتور بعد هذا الفاصل ومتابعه هذا التقرير، ثم نعود لاستكمال خط ازرق. منذ الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر في انجلترا، بدأ العالم يتحول إلى التكنولوجيا والصناعات الحديثة، ويشهد العالم الآن ثورة أخرى في مجال التكنولوجيا الحديثة استطاع فيها البشر تطوير الذكاء الصناعي يتجاوز الذكاء البشري، لدرجة أنه قد يكون من الصعب على البشر السيطرة عليه. تصمم برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال دراسة كيف يفكر العقل البشري وكيف يتعلم الإنسان ويقرر، وتتطور برمجيات الذكاء الاصطناعي بتقنيات تعزز من قدرتها على الإدراك البصري والتعرف على الصوت والوجه واتخاذ القرار وتنفيذ مجموعة من العمليات والمهام بدون التدخل البشري. ومن المتوقع أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العنصر البشري على المدى البعيد، وسيكون قادرا على أن يؤدي وظيفة الإنسان في مختلف مجالات الحياة. وفي المجال العسكري، تغيرت في عصر التكنولوجيا شكل الحروب التقليدية التي تعتمد على الجيوش العسكرية والأسلحة القتالية، وأصبحت تتجه للاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتسابق القوى العسكرية الكبرى في العالم على تحقيق التفوق العسكري بامتلاك الأسلحة الذكية المجهزة بأفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي. فمع تطور الذكاء الاصطناعي سيتغير شكل الحروب تماما، وستحدث تغيرات هامة في جيوش الدول وساحة المعركة. وتلجأ إسرائيل إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحروب التي تخوضها، لا سيما وأنها تواجه مشكلة قلة العنصر البشري في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وخصصت لهذه المهمة وحدات خاصة، وهي وحدة المخابرات العسكرية الرقمية 3060، وأنشأت مختبرا للذكاء الاصطناعي يتبع قسم تكنولوجيا المعلومات تحت اسم لوتيم. وتمر نشاطات الذكاء الاصطناعي في هذا المختبر بعدة مراحل: برامج وتطبيقات محوسبة تحلل وتصنف المعلومات، برامج وتطبيقات تتنبأ بمعلومات إضافية بناء على ما جمعته مسبقا،
برامج وتطبيقات تنفذ بشكل آلي عمليات محددة بناء على المرحلتين السابقتين. ويستخدم الجيش الإسرائيلي يوميا الطائرات المسيرة لأغراض التجسس والمراقبة. كما تستخدم أجهزة المخابرات الإسرائيلية برمجيات الذكاء الاصطناعي التي تسمح بتتبع كلمات محددة تستخدم على منصات التواصل الاجتماعي كفيسبوك وغيرها. كما تقوم إحدى الشركات الإسرائيلية بإنتاج برامج وتطبيقات التعرف على الوجه لمراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية وتتبع الأشخاص الذين يظهرون في كاميرات المراقبة. ومع الاستمرار في تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد الكامل عليها في المنظومة العسكرية، من المتوقع أن يكون له آثار بالغة خاصة على مستقبل الحروب والأمن العالمي. أهلا بمشاهدينا بعد متابعة هذا التقرير. يسعدنا تجديد التحية والترحيب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة الأزهر. أستاذنا الدكتور محمد عبد العزيز، يعني بنجدد التحية، وتوقفنا قبل هذا التقرير عند سؤال. يعني الآن الإنترنت الفضائي مكلف $100 وشركات إسرائيلية بتطرحه في أماكن جغرافية بعينها في القارة الإفريقية مجانا. فهل المستقبل سيشهد يعني أن هيكون هناك سيادة للإنترنت الفضائي على حساب الإنترنت التقليدي الكابلات؟ لما نيجي نتتبع الموقف والتطور التكنولوجي اللي بيحصل فعلا، ورؤية أيلون ماسك اللي هو صاحب شركة سبيس إكس في الموضوع، والرؤية اللي احنا شايفينها، نقدر نتكلم في الجزئية دي بوضوح جدا إن فعلا الإنترنت الفضائي هيسود في وقت ما، ولازم وقت قريب، في وقت قريب فعلا. طب إيه خطورته؟ عن الإنترنت التقليدي؟ خطورته خطر جدا. طب خطورته إيه؟ هقول لحضرتك من ناحيتين تحديدا، لأن أنا لو اتكلمنا في كله هيبقى كتير قوي يعني. طيب. خطورته بصفة عامة وخطورته على الأمن القومي العربي بصفة خاصة. تمام. نيجي في خطورته بصفة عامة. خطورته بصفة عامة بإيجاز شديد جدا. احنا عندنا دلوقتي موبايلات. ايه الفرق بين الانترنت الفضائي والسهولة بتاعته للوصول ليا وانا اوصل ليه، والفرق ما بين الانترنت العادي؟ الانترنت العادي لازم يعدي من خلال الدولة. فالدولة هي اللي بتحط البروتوكول، الرقابة. بتحط البروتوكول اللي يحكمني ويحكم اي واحد يتكلم، له رولز معينة لازم يلتزم بيها، واحنا متفقين على ذلك. الاي بي بتاعه، يقدر يوصل لي منه بمنتهى السهولة. لو انا اخطأت، اي حد يخطأ، صحيح، لازم يبقى في حماية للناس اللي بيتخطئ في حقهم. اصلا قانون جرائم الانترنت قائم على هذا الامر، وقائم في جميع الدول، مش عندنا بس في مصر. نيجي بقى للانترنت الفضائي. الانترنت الفضائي هيبقى منك للساتلايت على طول، مفيش تدخل للدولة. لا مفيش. طب ما احنا لانه هيستقبله بطبق. طب هيستقبله بطبق. هل كده الجرائم الدولية للانترنت او هتنتشر؟ اللي ما يعني للاسف انا يعني متاسف جدا، وما كنتش احب ان ده يبقى يعني حتى موجود، لكن للاسف هو موجود. الدارك ويب والانترنت، الجرائم انتشار رهيب. السايبر كرايم اللي هو الجريمة الإلكترونية، هو ده من أخطر عيوب الإنترنت الفضائي. ومش هيبقى للدول قدرة، ومش هيبقى للدول اللي هيبقى له قدرة هو المؤسسة الحاكمة للإنترنت الفضائي، اللي هي مش موجودة في البلدان، اللي هي موجودة في مكان ما في العالم. ده بيأثر على الدولة الوطنية طبعا. شوف أنا مش بتكلم هنا على الوطن العربي بس أو مصر أو دولنا العربية، بتكلم على صحيح. حتى الدول الأوروبية أو الولايات أو حتى الصين عاملة. هل الصين يعني تنبأت بالموضوع ده فعملت الشبكة بتاعتها؟ يعني هنا النقطة دي بقى مهمة دكتور. الصين دي بلد من قمة الذكاء في ناحية الانترنت، يعني عشان نبقى، وفي ناحية أخرى بس في ناحية الانترنت. يعني مسألة إن احنا عملت إيه؟ كنا بنقول إن ده تحكم ودولة شمولية وكلام من ده. الصين يعني عملت إيه؟ الصين دلوقتي بتتخانق مع أمريكا على مين يستحوذ على المدارات. إزاي أنتوا بتستحوذوا؟ أنتوا لازم تسيبوا لنا مجال
لازم تسيبوا لنا مجال للساتلايت بتاعنا يدخل. لانك انت لما تبص تلاقي 30,000 ساتلايت هينتشر على بعد 500 كيلو من سطح الارض. ده حاجه ما هيش طبيعيه. طب هل استراتيجيه مواجهه اخطار هذا الانترنت الفضائي على الدوله الوطنيه بصوره عامه في ان الدول تقدر ان هي تواجه هذا الامر بانشاء شبكات انترنت خاصه بيها، ولا حتى مش هيبقى في امكانيه لايقاف هذا المارد اذا جاز التعبير؟ هو ده النقطه فعلا. انت حضرتك حطيت ايدك على النقطه الاساسيه، المفتاح الاساسي اللي لازم نشتغل عليه. احنا دلوقتي كدول عامه احنا في منظورين. الحل في حلين. الحل الاولاني حل دولي. لازم الدول الفقيره او دول العالم الثالث تجتمع، ولازم تاخد موقف في الامم المتحده ان مش مستحيل دوله واحده تسيطر على الفضاء. لازم يتحط لها قوانين اساسيه يتحكم فيها. يعني ما ينفعش مؤسسه واحده تنزل 30,000 ساتلايت. واحنا مثلا الدول الناميه، ممكن مصر احنا عندنا ساتلايت اسمه طيبه 1 للانترنت الفضائي، هيعمل ايه بجانب 30,000؟ مش بس كده، ده وضع اممي. لازما كل الدول اللي هي دول العالم الثالث، الدول اللي مش قادره تنافس المنظومه ديت، لازما يجتمعوا يطلعوا على الامم المتحده يحطوا قانون حاكم للساتلايتس اللي موجوده على المدارات. الكلام ده يعني قابل للتنفيذ في خلال قد ايه يا دكتور محمد؟ ان هو يبقى واقع امامنا انترنت بقى انترنت فضائي، واسف يعني في الكلمه، متحكم فيه عدد محدود من الشركات، من ضمنها شركات بملكيه اسرائيليه او بملكيه دوليه، لكن داخل فيها الجانب الاسرائيلي. احنا النهارده امريكا والمكسيك وامريكا الجنوبيه وكندا وبعض الدول الاوروبيه شغاله على الانترنت الفضائي. في سنه سبيس اكس اعلنوا ان الانترنت الفضائي داخل مصر سنه 2023، يعني السنه الجايه. اعلنوا الاعلان ده فعلا، وهم دلوقتي شغالين على ان هم ياخدوا الموافقات المعنيه بتشغيل المنظومه ديت. فاحنا كدول عربيه يجب علينا اللي احنا اتكلمت عليه، لان ده حق دولي لاي حد. الجزء الثاني ان احنا نعمل تحالفات مع بعضنا وننزل الساتلايت اذا كانوا هم فري. ما احنا عندنا دول الخليج الفلوس موجوده، وعندنا الخبرات موجوده في مصر، وموجوده في الدول العربيه الاخرى. مع الاثنين يجتمعوا مع بعض، وبدل ما يسيبوا الساحه مفتوحه، ينزلوا مش اقل من 10,000 ساتلايت، وكله ما هو هيرجع. ده استثمار. يعني احنا محتاجين لا نقف في موقف المدافع او رد الفعل. هذه المره لو استنينا نكون رد فعل هتكون التداعيات خطيره. اخطر، لان انت هتوجه بدون رقابه. مش هينفع انا اراقب اي حد. النهارده يعني الشبكات الارهابيه المنظمه، التنظيمات الارهابيه، وحتى الجريمه الدوليه شغلهم كله بالموبايل الفضائي عشان الشبكات المحليه ممكن يتم التحكم فيها او تتبعها. لكن وهو ده اللي حضرتك هتشوفه بعد 5 سنين من دلوقتي. هتلاقي معظم الموبايلات اللي موجوده تحت ايدينا بتستقبل الانترنت الفضائي. فيها امكانيه، يعني في خلال من 5 سنين ل 10 سنين الأجيال الجديدة هتبقى كده من التليفونات المحمولة. من التليفونات المحمولة. ليه؟ مش محتاج ان انا مش تبقى محتاج الشبكات الارض اللي هي الشبكات المحلية لتقديم الخدمة التليفون. ده توقعي بأمانة او شركات الانترنت المحلية. الشركات الانترنت المحلية دي هتبقى اكبر خاسر. ليه؟ لان انا لما اجيب هم دلوقتي بيعملوا ايه؟ دلوقتي بيحطوا ريسيفر وساتلايت بسيط يستقبل الدنيا ويوزعها على البيت. لو معاك موبايل، الموبايل هيبقى فيه مشكلة تانية، لأن الموبايل ممكن يقدر في خلال 5 سنين ل10 سنين الموبايل يستقبل السيجنال بدون أي تدخل لأي حد.
فانت دلوقتي لما تدمج العمليه دي، تدمج الموبايل اللي هو متصل بالانترنت الفضائي مع حاجه جديده في الثوره الصناعيه الرابعه اللي بنتكلم عليها وقامت من 2016، حاجه اسمها الانترنت اوف ثينج اللي هو انترنت الاشياء. ده بتاع قصه ده خلاص بقى لقيت ان اي حد بيتحرك هجيبه مرصود من مكان موجود في مكان ما في الارض، مكان ما على الكره الارضيه. طيب لو ربطنا التقنيات اللي احنا بنقولها بالانترنت الفضائي بالتقنيات اللي مش عايز اقول اللي موجوده، لكن اللي هتكون موجوده قريبا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ممكن ترسم لنا صوره؟ الصوره مخيفه جدا بامانه للاسف لو احنا ما تدخلناش فيها دلوقتي. ليه؟ لان الذكاء الاصطناعي بيقدر دلوقتي يتعرف على الشخص من المشيه بتاعته وهو ماشي، يقدر يتعرف على الشخص بتاعه من سلوكه على الانترنت. حضرتك دلوقتي كل العربيات الجديدة اللي نازلة فيها سنسور ممكن يستقبل الانترنت. انت بقيت لما انت تحط الحتة ديت وتحط حتة اللي انا اقدر احلل البيانات بالبيج داتا باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنية العالية جدا اللي موجودة تحت ايد العالم دلوقتي، اللي كان بيتحلل في خلال اسبوع واسبوعين عشان اطلع نتيجة، دلوقتي بيتحلل في خلال 5 دقايق واقل من كده. ده معناها ان كل حاجة، كل المعلومات تحت ايديهم بالصورة وبالتحرك وبالمكان. وده الحقيقة شفناه في يعني للأسف في استهداف إسرائيل نفسها لشخصيات في إيران مثلا، علماء ذرة إيرانيين، ويعني شفنا ده تحديدا بتقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل جيل سابق، فماذا عن الأجيال الجديدة؟ الحقيقة وجب أن احنا نلقي الضوء على هذا الأمر ونؤدي دورنا الإعلامي في يعني لفت الأنظار والانتباه إلى خطورة الاستعداد أو أهمية الاستعداد المبكر. وزي ما كنت يعني ذكرت حضرتك وأيدتك في إن احنا نكون يعني واخدين خطوة، نكون لاعبين أساسيين، لاعبين أساسيين واخدين خطوة، مش في يعني ما ننتظرش رد مش فعل، ننتظر رد فعل. اتشرفت جدا بوجود سيادتك معانا أستاذ دكتور محمد عبد العزيز، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة الأزهر. تحياتي يا فندم. شكرا جزيلا. تسلم لنا يا دكتور. شكرا جزيلا. كل التقدير أيضا لمشاهدينا اللي تابعونا من خلال هذه الحلقة وخط أزرق. الأسبوع المقبل إن شاء الله لقاء متجدد وخط أزرق جديد.